بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أخواتي. السلام عليكم. تابعوا معي. اليوم راح نقدم لكم نوع جديد من المملحات. تابعوا هذه الوصفة. نجيب كمية من الدجاج، البصل والطماطم والكزبرة الخضراء وكمية من الدجاج، مع أن يكون رحيتها أو قطعها قطع صغيرة، وديري عليها كمية من الملح والثوم، وديريها على النار حتى تكون جاهزة للحشو. نجيب كمية من الفرينة، ندير عليها بيضة، ندير عليها كمية نصف كأس حليب ونصف كأس زبدة، نكون مع خلطها مع الزيت. إذا تحبي ديري زبدة وحدها، ملح، وخميرة كيميائية ملعقة كبيرة، ملعقة أو ملعقة كبيرة أو ملعقتين صغيرتين. هكذا خميرة فوري كيميائية. تخلطي جيدا حتى تتجانس المكونات، ثم تعركيها بيدك، تخلطيها بيدك. إذا شفتيها جافة قليلا، تعاودي تضيفي لها كمية من الحليب حتى تكون شوية لينة. تخلطيها جيدا حتى تصبح طرية. تضيفيها كل مرة تشوفي القوام تاعها، إذا كانت شوية نقولوا جافات ترخيها. هكذا الكزبرة الخضراء نديروها مع الحشوة هذه. نترك العجينة ترتاح مدة 10 دقائق، ثم نرجع إلى هذاك الخليط تاع اللي درناه. نشكل كويرات. هذه القوالب راح نستعملها. شعلي كويرات صغيرة، تخليها في الصحن حتى يرتاحوا قليلا. خاصة في السحور يكون مناسب، أو بين الفطور والسحور. تبي تطرحي الكويرات هذيك، تطرحيهم، تحاولي أنك ترقي العجينة هذه، ترقيه، ما يكونش السمك تاعها خشين. تدهني القالب هذا، تدهنيه بالزبدة. تضغطي العجينة على القالب هذا، تضغطيه جيدا، تنزعي العجينة من الحواف، الزوائد هذيك تاع العجينة تنحيهم حتى يعطيك الشكل تاع حتى يتشكل القالب في العجينة. هكذا، ثم تضغطي جيدا. تجيبي شوكة، تحاولي تثقبي، تخليهم يطيبوا نصف، طيبين مش كامل، تخليهم شوية نصف طياب مدة 10 دقائق. تحصي على هذا الشكل تاع العجينة. تجيبي بيضتين، تخلطي معاه نصف كاس حليب الغير الطبيعي، ندير معاهم كمية من الملح، وديري معاهم كمية كذلك من إذا حبيتي ديري المايسينا أو ديري أنا درت الفرينة، وملعقتين من الزيت. تخلطيهم جيدا. حبيتي تضيفي لهم الجبن كما حبيتي ديري الجبن، ديري معاهم الجبن حتى تكون البنة أحسن، تكون البنة تم طيبة. هنا أنا استعملت الجبن.
جبن طبيعي. تخلطي لي القوام جيد حتى تحصليه على هذا القوام. تجيبي الحشوة هذيك ديريها في القالب. بعد تجيبي ديري فوق الحشوة هذه ديري عليها الجبن، أي نوع من الجبن عندك، أي نوع من الجبن ديريه. حبيتي ما ديريش الجبن، هي من الأحسن ديري جبن ما يجي المنظر تاعها مليح. حبيتي إذا كان ديري كريمة بشاميل أو ديري هذا الكريمة هذه اللي أنا حضرتها، ديريها من الفوق، تغمري بها كامل هذا القالب. هكذا. ثم تجيبي ديري فوق فوق الجبن تكوني بشرتيه، ديريه من الفوق، وديري فوقه حبة زيتون كما حبيتي، حبة زيتون اختيارية، حبة زيتون سوداء أو حبة زيتون خضراء كما حبيتي. الحشوة هذه تاع الطماطم والبصل واللحم الدجاج تكوني انك قليتيها، تحصلي ديرها في الفرن، تحصلي على هذا العمري، تخليها شوية حمار، لما تعطيك اللون الذهبي تخرجيها. هي في الفرن، حاولت باش نعطيها اللون الذهبي، حصلي على هذا الشكل. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الوصفة أخواتي. صحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة سحوركم، وشهية طيبة.